زي ما انفرضنا قبل كده على موقع السوبر وقلنا ان حسام غالي بيكون جبهه جوه مجلس اداره النادي الاهلي علشان اقاله ريبيرو. الكلام ده من حوالي اسبوعين او ثلاثه، وكان تحديدا بعد مباراه النادي الاهلي ومودرن بالتعادل. وكان قال حجته لاقناع بعض المسؤولين او بعض اعضاء مجلس اداره ان يا جماعه الراجل ده لا هيعرف يطور لعيبه ولا هو مناسب لطموحات النادي الاهلي وبطولاته. فبالتالي النهارده الكابتن حسام غالي بعد اقاله ريبيرو رسميا ينتصر لوجهه نظره وينتصر لموقفه في اقاله مدرب لا يصلح ان يكون مدرب لنادي كبير او بطولات، وانما قد يكون مدرب كويس لانديه منتصف الجدول وغيرها. وبالتالي حسام غالي النهارده فرض رأيه على المجلس بالحجة والمنطق والبرهان بانك انت كمجلس ادارة شفت الراجل لحد النهاية عمل ايه وقدم مستوى ومردود عامل ازاي نتيجة واداء. وبالتالي اللي يتحمل المسؤولية كلها هو المجلس اللي ما سمعتش كلام حسام غالي من بدري. وبالتالي انت النهاردة شفت مدرب لا قدم حاجة، 7 مباريات مع النادي الاهلي رسمية كسب واحدة فقط. ريبيرو لم يطور اي لعيب ولم مفيش حسنه واحده عملها الجمهور يفتكرها له. ريبيرو مفيش اداء حلو وبيخسر ولا حتى مكسب واداء وحش. ريبيرو لا اداء حلو ولا مكسب اصلا، ما عملش اي حاجه. اما بالنسبه للقادم، القادم مدير فني مصري مؤقت هيمشي الامور لحد ما يتعاقدوا مع مدير فني اجنبي. وبالتالي حد زي فايلر مستبعد وحسام البدري مستبعد لخلافات سابقه ومشاكل مع المجلس. اما بالنسبه لعلي ماهر، علي ماهر بيقال ان هو كان موجود النهارده في النادي الاهلي وقت اجتماع النادي الاهلي لاقاله ريبيرو بالصدفه، وكان بيقول عشان الشهر العقاري وما الى ذلك. لكن في الاول في الاخر هي صدفه غريبه شويه، ما اعرفش فعلا كان موجود عشان الشهر العقاري ولا علشان هيكون متواجد قبل كده. وخصوصا اتقال ان الراجل رفض فكره انه يكون مؤقت وعاوز يمضي عقد سنه او 2. انت قلنا رايك، هل علي ماهر فعليا كان موجود النهارده عشان يكون او يكون موجود كمدير فني ولا حاجه تانية؟